كنت بمسح الشقة وكنت لابسة هدوم خفيفة وقصيرة، ولقيت اللي جاي من ضهري وبيحضني ودخلني على الأوضة، وفضل يحط ايده في الأماكن الحساسة وفضل يدعك. مساء الخير وأهلا بكم يا أجمل متابعين. اللي بيتابعني لأول مرة ياريت يعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة ويفعل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. أنا سميح، عمري 29 سنة، متجوزة بقالي 5 سنين. بداية قصتي إن لما اتعرفت على جوزي كان يعني إن هو صديقي، وكان ما بيني وما بينه قصة حب. بعد كده حصلت مشاكل لما جه يتقدملي. اخوات الرجالة موافقوش خالص علشان إن هما كانوا شايفين لي واحد كويس. الواحد ده كان صاحبهم، وكمان كان في طرف قرابة، كان في صلة قرابة، وكمان كان مبسوط وابن الناس ومن عيلة كويسة. لكن أنا رفضت واخترت حبيبي ده، وخدته يعني يعتبر غصب عنهم، خدته بالعند. المهم تمت خطوبتنا وتمت جوازتنا على طول، مسافة شهرين، علشان هما مكانوش موافقين وكنت خايفة لا يبوظوا الجوازة. والحمد لله اتجوزت في شقة جوزي هو ليه الدور التاني، أما الدور التالت ده بتاع أخوه الصغير اللي من مرات أبوه. أخوه الصغير ده يعني أبوه كاتب كل حاجة باسمه، هو باسمه هو ومرات أبوه، مش كاتب أي حاجة لجوزي. وعرفنا ده كله لما أبوه توفى، واحنا عرفنا ان كل حاجة باسم مرات ابوه واخوه الصغير اللي من مرات ابوه، اما هو ملهوش اي حاجة. امه متوفية من زمان، ولما توفت ابوه اتجوز واحدة تانية، وعلشان تضمن حقها خلته كتب كل حاجة باسمها هي وابنها. اما هو اللي تعب في الشقة بتاعته، وهو اللي صبها وهو اللي بناها وهو اللي عمل كل حاجة، ما خدش منها اي حاجة خالص. بعد ما ابوه توفى، بعد كام يوم كده بالظبط، ابوه تقوله مرات أبوه قالتله اطلع من الشقة من هنا. هو كان زعلان وتعبان نفسيا على أبوه، وبعد كده ملحقش يفوق من صدمة أبوه، دخل في صدمة إن البيت وكل حاجة بتاعت أخوه الصغير ومرات أبوه، هو ملهوش أي حاجة. تعب نفسيته جدا، تعبت أكتر وأكتر. قلتله خلاص تعالى نأجر شقة ونسكن فيها، لكن كان هو تعبان، وكل اللي عليه كان بيقول ماشي حاضر. وخدنا بعضينا وخدنا عزلنا ورحنا أنا وهو وبنتين. أنا ليا بنتين توأم عندهم 3 سنين، الاتنين بكرة ربنا يكرمنا ونعمل حاجة وربنا يعوضنا خير. بعد ما رحنا واتأكدنا عند المحامي، لقينا فعلا حماية كان كاتب كل حاجة لمراته ولابنها، وقلنا خلاص نبدأ حياتنا من أول وجديد. يدوب سكننا في عمارة في الدور التاني، أنا وجوزي وبنتين، ولادي يروح الشغل ويجي من الشغل، والحمد لله بقت العملية ماشية. لغاية ما في يوم وأنا في البيت جالي تليفون صدمني صدمة عمري. لقيت واحد من الشغل بيقولي الحقي جوزك تعبان وخدناه على المستشفى. جوزك طب واقع مش عارفين ايه اللي جراله. خدت بعضي على طول، سبت العيال في البيت وقفلت عليهم، وخدت بعضي وجريت على المستشفى اللي هو قال عليها. رحت لجوزي لقيته فاقد الوعي، ان هو يتكلم خالص، وان هو ما بيمشيش، اتاري جاتله جلطة، وان هو يعني فقد النطق علشان الجلطة، وجاله نزيف داخلي. تعبت خالص وزعلت عليه، لان هو رجلي، هو سندي وكل حاجة. المهم خدته، وبعد كده خدته البيت وقعدت انا وهو، وبقيت زعلانة خالص، لكن برضو ما شيلتوش هم. قلت هطلع اشتغل واصرف واشيل المسؤولية لغاية ما يعدي الظروف دي. انا مش عارفة ان هو يعني شايل فوق طاقته من وقت وفاة ابوه، وغير وفاة ابوه الشقة اللي هو دفع فيها كل عمره وصرف عليها فلوس كتير، في الاخر تبقى مش ملكه. انا عارفة ان دي حاجة تقطم الظهر. قلت يلا الحمد لله. رحت اشتغلت في محل هدوم، وبقيت اطلع الصبحية وارجع اخر النهار، وبسيب عيالي عنده لحظة ما أكون في الشغل. واتعرفت على جارتنا، بس بعدها يعني بحوالي أسبوع حسيت إن احنا تقال عليها، يعني عيالي تقال على جارتي. قلت هعمل حاجة كويسة. قلت ايه، أشوف حضانة وأوديهم هما الاتنين فيها. وفعلا شفت لهم حضانة قريبة من البيت، واحدة كويسة هي اللي بتعمل حضانة في البيت. عندي ناس كده
جيراننا، وبقيت أودي البنتين يقعدوا في الحضانة وأنا بروح المحل أفتحه وأقعد فيه وأقعد أبيع من وقت للتاني، بستأذن من صاحب المحل أروح أبص على جوزي وكمان أروّح عيالي، وطلّعتهم عند أبوهم وقفلت عليهم، قُلت لهم يعني مع أبوهم هُم برضه 3 سنين يعني فاهمين برضه، عيالي ناصحة مش اللي هُم يعني أغبيا شوية، وكنت على قد ما أقدر كنت مخلية بالي من احتياطات إن هُم ما يجوش جنب أي حاجة علشان ما يبوظوش أي حاجة، والحمد لله كانت العملية ماشية، لكن الفلوس اللي كنت باقبضها المرتب ما كانش بتكفي علاج جوزي ولا بتكفي مصاريف البيت ولا الحضانة ولا بتكفينا خالص. وكمان إيجار الشقة، قُلت أنا هاطلع لصاحب الشقة وهاقول له على الظروف اللي إحنا فيها ويصبر علينا شوية، حتى يعني لغاية ما ربنا يكرمنا أو إن هو يعني جوزي يقوم ويخف، بعد كده يعني ندّي له الفلوس كلها مبلغ واحد. ولمّا طلعت له صاحب الشقة طلع راجل كويس ومحترم وما قاليش حاجة، قال لي: "خلاص ماشي." قال لي: "ماشي بس يعني ما تطوّلوش برضه أنا مأجر الشقة علشان أنا محتاج فلوس مش علشان أنا راكنها أو أركن فلوسها." وكده، فالمهم أنا قعدت أتكلم معاه لكن هو من وقت للتاني خلاص ماشي، وبعد كده بعدها بكام يوم لقيته بيكلمني بيقول لي: "طالما أنتم مش هتدفعوا فلوس أنا شايف لِك شغلانة، يعني كل يوم والتاني كده وكل أمّا تبقي فاضية تطلعي وتنضفي لي الشقة وتعملي لي أكل وكده، أنا راجل عازب مش متجوز ولا معايا عيال ولا أي حاجة خالص، ودايمًا الشقة متبهدلة ومبعرفش أعمل أكل لنفسي وبجيب أكل جاهز من برا، فانتي يكون كتر خيرك وتكوني برضه عملتي بالإيجار بتاع الشقة، كده هتطلعي لي كده كام مرة كده في الشهر تظبطيلي البيت تمسحيهولي وتكنسيهولي وتطبقي الهدوم وتغسلي الهدوم والمواعين والحاجات دي كلها وتعمليلي أكل." قلتله خلاص ماشي، مع إني كنت رافضة بس اللي معاه تفكر لمّا قعدت فكّرت مع نفسي وأنا واقفة كده قُلت خلاص ماشي أي حاجة تسند علشان ما يتكومش علينا فلوس وخلاص، ما أنا برضه مش عايزة أروح لأهلي وأقول لهم إن أنا محتاجة فلوس، علشان عارفة إن اخواتي مش هيدّوني أي حاجة، وكمان هيهينوني وهيتكلموا معايا بطريقة مش كويسة، هيقولوا لي إن إحنا قُلنا لِك إن ده مش كويس، وكمان ممكن إن هُم يخلّوني أتطلّق منه أو يحصل مشاكل ما بيني وما بينه. المهم مرضتش أعرّف أهلي أي حاجة خالص، ولا باطلع أشتغل ولا أي حاجة، المهم أمي باكلمها من وقت للتاني في التليفون بس مش معرّفاها برضه حاجات كتيرة عني وعن جوزي، المهم رُحت وبقيت أشتغل في المحل وأودّي عيالي الحضانة، وبقيت من وقت للتاني باطلع لصاحب العمارة أطلع أنضّف له البيت، وفعلًا في يوم وأنا فوق وأنا بانضّف له الشقة وقُلت بقى أمسحها علشان ما يبقاش ورايا حاجة لبُكرة ولا حاجة هاخد أجازة من المحل بتاع الهدوم وأقعد مع جوزي، وكمان علشان ما يبقاش مطلعش لصاحب العمارة ولا أي حاجة، وأقعد اليوم ده مع عيالي وجوزي علشان أنا تعبت خالص وفعلًا طلعت اليوم ده عند صاحب العمارة هو مكانش موجود، قُلت أمسك الشقة مسكتها كنستها ونضفتها وقُلت أمسحها كمان بالمرة، وكنت حاطة الأكل على النار إن أنا هاحط يعني الأكل وكده عشان أمّا ييجي ياكل يلاقي حاجة جاهزة، المهم لقيت نفسي حرانة خالص والجو حر فأنا قُلت كده صاحب الشقة مش موجود فقلعت هدومي وبقيت بالهدوم الشفافة القصيرة وبشعري، وقُلت برضه عشان هدومي ما تتبلش، ووطيت أمسح وأنا موطية بابُص كده مرة واحدة لقيت صاحب الشقة ورايا، اتخضيت ودخلت على جوّه علشان ألبس هدومي، لقيته جاي ورايا ومسكني من ورا وفضل ماشي إيده على كل حتة فيّا. وحطها في المكان الحساس وحسيت بدعك ومحسيتش بنفسي بأي حاجة خالص وساعتها اللي حصل ما بيني وما بينه زي المتجوزين بالظبط. بعد كده مقدرتش إن أنا أتكلم وخدت بعضي وخدت هدومي وطفيت على الأكل ونزلت بعدها تاني يوم لقيته بعتلي فقعدت أتكلم معاه وقفت على السلم قالي: "بصي انت لو عاوزة انت متدفعيش الإيجار كل كام يوم كده تطلعي تروقي على الشقة وتروقي عليا وأنا مش هاخد منك إيجار ولو عايزة فلوس هديكي فلوس." بصراحة أنا مرضتش أرد عليه وقلتله: "اللي انت عاوزه هعملهولك." وخدت بعضي ونزلت وبصراحة مش عارفة أعمل ايه، أنا بقيت تعبانة نفسيًا ونفسي إن ربنا يشفيلي جوزي بس دلوقتي أنا مش عارفة اللي بعمله ده غلط كبير أوي بس الحجة مرة، ودلوقتي نفسي ربنا يغفرلي، نفسي ربنا يغفرلي اللي أنا باعمله ده وجوزي أهو قرب إن ربنا يشفيه واحدة واحدة بقيت العلاج يجيب نتيجة معاه.
يتحسن، يعني لولا الفلوس اللي باخدها من الراجل ده ولولا الشغل اللي أنا باشتغله مكانش جوزي هيتحسن خالص، فياريت تقولولي أعمل ايه و- واخلص من الموقف ده ازاي لغاية ما جوزي يخف، ولا ابعد عن الراجل ده؟ طب انا لو بعدت عن الراجل ده ممكن يطلعنا من الشقة وهنروح انا وجوزي وعيالي فين؟ بس انا مش عارفة اعمل ايه ومش عارفة، مش عاوزة اكرر اللي انا بعمله ده. اتكرر كتير لكن انا مش عارفة، حاسة ان انا بعمل حاجة كبيرة قوي، اول مرة اعمل حاجة زي كده وبقيت اعملها غصب عني. يعني اول مرة ما كانش غصب عني ولا حاجة، حسيت ان هي كانت برضايا، بس بعد كده حسيت ان هي غصب عني وانا مش طايقاه ومش طايقة. وحاسة ان انا فيا ذنب كبير قوي بعمله، مع اني بصلي وعارفة ربنا، بس عارفة ان ده غلط، ده ذنب كبير، نفسي ربنا يسامحني على اللي انا بعمله. ودلوقتي انا مش عارفة اعمل ايه، انا بجد تعبانة قوي، تعبانة ونفسي اخلص من اللي انا بعمله ده، نفسي ابطل ازاي واجيبها منين مش عارفة. يا ريت تقولولي لسه فاضل كام شهر عقبال ما جوزي يخف، هستنى كام شهر ده وبعد كده جوزي لما يقوم يخف ويقف على رجليه ابطل الموضوع ده، ولا ممكن ساعتها صاحب العمارة يتكلم مع جوزي ويقوله حاجة؟ يا ريت تنصحوني وتقولولي عشان انا خايفة من بكرة. ودي كانت قصتي، اشوفكم في قصة جديدة.